السلام عليكم، ايش حالكم يا حلوات؟ فيديو اليوم عن المنتجات اللي خلصتها في الفترة الأخيرة. أحب بين الفترة والثانية أسوي لكم هالفيديوهات إن أخلص منتجات وراويكم إياها ورايي فيها. هالفيديو عبارة عن الجزء الثاني. الجزء الأول كان عن منتجات العناية بالجسم والعطور، بتحصلون رابط الفيديو تحت. وهذا الجزء عن منتجات الشعر والوجه، فتعالوا على السريع أراويكم هالمنتجات. قبل ما نبدأ حابة أقول لكم الفيديو يمكن يكون شوي طويل، هاتي لك قهوة سناكس وتعالي استمتعي بهالفيديو. شوفي المنتجات اللي خلصتها. شامبو من كلير. هذا الشامبو ممتاز حق القشرة. إذا أنت من النوع اللي تعاني من القشرة فشامبوهات ماركة كلير وايد زينة. أنا يوم يزيد عندي القشرة خصوصا يوم أسافر في السفر، ما أعرف الماء يتغير علي فتطلع لي القشرة من أول وجديد، أحرص دائما أن أشيل وياي هالشامبو. في منه طبعا أنواع وايد، مثلا هذا حق التحكم في زيوت فروة الراس، أحب أخذ منه في الحجم الصغير. بس تطلع لي القشرة استخدمه كل مرة أغسل فيها شعري، لكن من خلاص تروح استخدمه مرة في الأسبوع كنوع من المحافظة، وإني أوازن على إن ما تطلع لي القشرة مرة ثانية. ماركة كلير موجودة في السوبر ماركت. عطر الشعر اسمه لاتولي من بايدو، وايد حلوة ريحة هالعطر، مخلصة من كم من غرشة من قبل. ريحة وردة التوليب إذا تعرفونها. أحب عطور الشعر، ليش؟ لأنه تعطي ريحة للشعر، يعني سواء بعد ما أغسل شعري أو عقب ما ينشف أحب أرش منه شوي على الفروة على الشعر كله عادي. عطور الشعر ما تسبب ما تخلي الشعر يبيض، يعني ما تسبب أي حساسية لفروة الشعر. بشكل عام حلو ترى، يعني نعطر الشعر نخلي ريحته شي فريش وحلوة بعد ما ينغسل. ماركة بايدو موجودة في باريس جاليري. كونسيلر من نارس اللي هو راديانت كريمي كونسيلر درجة جينجر ميديوم 2. وايد احب هالكونسيلر من نارس، اجرب انواع ثانية وارجع له. تغطيته ميديوم، ثباته وايد حلو. طبعا انا الكونسيلر ثبته ببودرة بيضة خفيفة، يتم ثابت طول النهار ما يتكسر تحت العين. في عيب واحد انه بسرعة يخلص، يعني مثلا كم من اسبوع شهر تقريبا يخلص، وانا مو من النوع اللي احط ميك اب بشكل يومي، يعني فاتوقع اللي تستخدمه يوميا ما اعرف، اتوقع اقل عن شهر بيخلص عنها. هذا العيب الوحيد اللي فيه، لكنه وايد حلو ودايما ارجع اخذ منه. ماركة نارس موجودة في سيفورا. ماسك الشعر من كريستاس. ماركة كريستاس موجودة في الصالونات، وايد احب ماسكاتهم. هذا الماسك بالذات غير عن ان ريحته حلوه وتتم في الشعر، يرطب الشعر عدل. استخدمه كنت مره او مرتين في الاسبوع، احطه على الشعر بالكامل، يرطبه يخليه ناعم. اذا عندك نفشه مثلا في الشعر هذا يهديها. بشكل عام حلو وايد حلو هذا الماسك. اللي يعني لاحظت منه انه ترطيبه حلو، بالرغم من ان شعري فروة شعري دهنية، لكن ما يخلي شعري يدهن اكثر. ميك اب فيكسر من ماركة كراجة، وايد حلو هذا السبراي، صدق يثبت الميك اب عدل. يمكن اقوى مثبت ميك اب استخدمته هذا، اقوى حتى من مال ايربن ديكي، بس انا ما استخدمه دائما، استخدمه يوم مثلا عندي مناسبة، استخدمه يوم مثلا عندي مثل اليوم تصوير، الاضاءة قوية، يخلي الميك اب ثابت في مكانه، ارش شوي منه وخلاص، والحمد لله ما يطلع لي حبوب. هالحلو بعد فيه. هاللي عجبني انه يثبت الميك اب عدل، اقوى مثبت ميك اب قلت لكم استخدمته. فاذا انت تحبين هالانواع جربي كراجة. وكراجة ماركة دراج ستور يعني فارخص. هذا الشامبو من ماركة تشارلز وورثington، الماركة جديدة عندنا في الامارات بس موجودة من زمان في لندن، موجودة في بوتس. روعة هذا الشامبو، جربت هالشامبو، جربت الهير ماسك من نفس المجموعة، عندهم مجموعات وايدة، روعة بمعنى الكلمة. هالشامبو للترطيب حبيته وايد حبيته، والماسك بعد احلى.
المص طبعا مرة او مرتين في الاسبوع، بس الشامبو على كل مرة اغسل فيها شعري. ما ينشف الشعر ابدا، بس في نفس الوقت ما يخليه زيت، يوازن افرازات الدهون في الشعر. ريحته بعد حلوة، ينظف عدل، حبيته. وناوية اجرب الانواع الثانية اللي عندهم. اذا منكم احد منكم جربه بليز خبروني شو الانواع الثانية اللي جربتوها منهم، لان بالنسبة لي الماركة جديدة وبادية شوي شوي استخدمها. منظف الميك اب او مزيل الميك اب من كيلن اللي هو ديزولفت. هذا عبارة عن بالم او كريم يتحول الى اويل، خلص طبعا. احط منه شويه على كامل البشره واسوي مساج، يخوز الميك اب كله. حتى الووتر بروف ماسكارا يخوزها، والاحلى انه ما حسس لي عيوني. انا عيوني بسرعه تحسس من مزيلات الميك اب، هذا ناسبني. حلو، تغسلينه بالماء خلاص طلع كل الميك اب. كيلن موجوده عند بيوتي ستيشن، اكونت بيوتي ستيشن. ميجا فوليوم مس هيبي من لوريال. هاي المسكرة شي شكل فرشاتها، وايد 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 احبها. هاي المسكرة تعطي طول، تعطي غلظ، تفرق الرموش. حبيتها بمعنى الكلمة. خلصتها او نشفت، يعني انا عقب 3 شهور 4 شهور ماكسيموم خلاص لازم اغير المسكرة، ومرات تنشف قبل. فهذه خلصتها اوريدي، عندي منها باك اب هنتين. غسول الوجه من ماركة افين اللي هو الغسول الازرق. روعة 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 هالغسول، جربتنه من سنين ورجعت اجربه. اذا بشرتك دهنية، اذا تطلع لك حبوب، هذا الغسول ممتاز صدق، ينظف البشرة عدل ويسوي كنترول على الحبوب. ماركة افين موجودة في الصيدليات. مرطب الشفايف بس ترطيب عميق، هذا من نوكس. ليش اقول لكم ترطيب عميق؟ يعني هذا تحطينه في الليل، ثاني يوم تنشينه الصبح الشفايف صدق مترطبه. هذا ما ينفع هالنوع انك تحطينه مثلا قبل المات ليبستكس لانه ثقيل شوي، عشان كذا اقول لكم ترطيبه عميق. بس روعه، دائما يخلي الشفايف مترطبه لثاني يوم. احب اني استخدمه كل ليله. تشوفون حجمه، صح ان الحجم صغير بس على فكره يطول. يعني هاي العلبه عندي يمكن من 3 شهور، واوريدي فاتحه علبه جديده، ودائما عندي منها باك اب. ماركه نوكس موجوده في الصيدليات. مسكرة بتر ذا لاف، ما يحتاج اقول لكم ايش كثر احبها. تفرق، تطول، تكثف الرموش. على فكرة وايد قريبة من مسكرة لوريال. هذه من تو فيس. يعني احس الكل تعيب هاي المسكرة لان صدق شغلها حلو. وتو فيس موجودة في سيفورا. هذا الزيت من كيلز، طبعا تشوفون الكتابة كلها ممسوحة عنه. هذا الزيت مسويت لنا وياهم بناء على استشارة جلدية في كيلز. فرع هارفي نيكلز اللي في مول الامارات هم الوحيدين اللي عندهم هالشيء، عندهم استشارة يشوفون بشرتك، مشاكل بشرتك، ويسووا لك هاي الساعة زيت يناسب بشرتك. يسوي لك الاكتيف انجريدينتس، وتقومين بس ترجعين البيت تضيفين الاكتيف انجريدينتس، تخضين العلبة وخلاص تستخدمينها. روعة 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 هالزيت. انا كانت المشكلة اللي عندي الهايبر بيجمنتيشن والمسام مفتوحة، وايد عالج لي هالشيء، والكمية كبيرة. يعني ممكن تستخدمينه خلال 6 شهور، انا في 2 شهر خلصته. لانك تستخدمه الصبح وفي الليل، وايد حبيته، وان شاء الله ناوية ارجع اخذ منه. وانصحكم تجربونه حتى لو بشرتك دهنية، لو جافة، لو مختلطة، لو عادية. جربي تدخلين شوي في روتينك الزيوت، بس الزيت اللي مناسب لبشرتك، لان الزيوت فعلا تنعش البشرة. مسكرة بنفت اللي هي رولر لاش، وايد 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 حلوة هاي المسكرة، لكن ما احبها بروحها صراحة. يعني هذا شكلها، شكل فرشاتها. المسكرة حلوة لتمشيط الرموش وتفرقهم، بس ما تعطي غلظ، ما تعطي كثافة. عشان كذا اقول لكم ما استخدمها بروحها، استخدمها مع اي مسكرة ثانية، او تكون اخر ستيب في المسكرة. انا احب احط كم من مسكرة فوق بعض او كم من نوع،
وهاي تكون اخر وحده. توزع لي الرموش عدل، تفرق الشعيرات، تخلي شكلهم مرتب. تشوفون هذا الحجم الصغير. انا لانه وايد عندي مسكرات مفتوحه، والمسكرة مدة استهلاكها 3-4 شهور بس، فما احب اخذ الحجم العود لان تطوف الفترة المحددة وانا بعدني ما خلصت. الحجم الصغير وايد حسيت انه عملي، وحجم الفرشاة نفسها. عادة هالاحجام الصغيرة تحصلونها في قبل الكاشير عند في سيفورا، يعني قبل ما تحاسبون تحصلونها، عشان شي احب اخذ منهم هالاحجام. اوريدي عندي وحدة ثانية مفتوحة بعد نفس الحجم. ماسك الشعر من بانتين، هذا بعد وايد حلو، يعطي الشعر لمعة وايد حلوة ونعومة. طبعا ترطيب. انا احب استخدم ماسكات الشعر 1-2 في الاسبوع، احس اكثر من شي لا، لانها تغذي الشعر عدل. احب احطها على الشعر وهو مبلول واخليه مال يمكن ربع ساعة وبعدين اغسله. النتيجة وايد حلوة، وهذا بعد ريحته شي هادية حلوة، يعطر الشعر في نفس الوقت. ماركة بانتين اوريدي موجودة في السوبر ماركت. من كلارنس استخدمت كريم حوالين العيون مع السيرم، استخدمتهم يا بعض. كنت ماخذلهم من المطار، كان في عندهم اوفر ان هالثنين بسعر طبعا اقل. في المطار دائما الاشياء ارخص في الديوتي فري. المهم خدت السيرم والكريم، هذا الشد منطقة حوالين العيون. حسيت انه يعني شدت هالمنطقة، الخطوط الرفيعة تخففها، تخلي يعني لاحظت يوم استخدمت هالثنين ويا بعض، يوم احط الكونسيلر يمشي يعني يمد بسهولة، ابدا ما يتكسر. حتى لو حطيت وايد بودرة فوق الكونسيلر، مرات انا شوي شي اتهور واحط وايد بودرة، فعقب فترة عقب ساعتين احس ان المنطقة شوي تتكسر لان وايد عليها بودرة. بس يوم استخدمت هذه لفترة، حتى لو نسيت عمري وكثرت من البودرة، لا بعد شكل المنطقة حلو، فحبيتهم ويا بعض. هم اساسا انتي رينكلز، ما عندي انا تجاعيد، انه بس حسيت منطقة شدت. عندي هالات سوداء، ما لاحظت ان هذيلا اشتغلوا على الهالات، واصلا مو مكتوب عليهم انهم يفتحون الهالات السوداء. فاذا انت تحسين ان عندك خطوط واضحة، جربي هالثنين ويا بعض، يمكن يناسبونك. وماركة كلارنس موجودة في كل المولات. كوكو مادموزيل هيرمس عطر الشعر من شانيل. ريحته بالضبط ريحة العطر اللي هو كوكو مادموزيل، من أحلى العطور اللي أحبها ودائما أرجع لها. بالذات عطر الشعر هذا مالهم، ريحته لونها خفيفة بس التم ثابتة. بشكل عام يا حلوات، دائما أنصحكم أن اهتموا بعد بالشعر، مو بس الوجه، الجسم، لا حتى الشعر بنظافته، اهتموا بتعطيره. حلو هالشي يعني. فإذا تدورين على عطور الشعر ما تخلي الشعر يبيض، ما تأثر على الشعر، ما تخليه خشن، دايما جربوا العطور اللي هي مخصصة للشعر مو اللي هي للجسم. الهير ميست تكون عادة. إذا تبين شيء خفيف عملي حلو، هذا من كوكو شانيل، موجود في ستاندات ماركة شانيل. هاي المسكرة كانت نازلة بعد في هالكولكشن مال هوليديز في كيكو. براويكم شكل فرشاتها. هذا شكل الفرشاة، تمشط الرموش. ما حسيت ان هي واو ولا انها هي سيئة، كانت جدا عادية، وكانت في الليميتد اديشن كولكشن. ما ادري اذا هي موجودة في الكولكشن العادي، بس anyway ما برجع اخذ منها لان ما حسيت ان فيها شيء مميز. عندي مسكرات ثانية تأدي نفس الغرض او احسن. هذا الزيت من كيلز يجنن، اللي هو الميد نايت ريكفري كونسنتريت. وايد حلو هالزيت، استخدمه في الليل، يرطب البشرة عدل. مرات حتى ما احب احط فوقه مثلا كريم مرطب، احطه هو ممكن مثلا سيرم او ذاتس، مرات اكتفي فيه، خصوصا اذا كانت عندي مناطق جافة على البشرة او بشرتي جافة. هذا منقذ في السفر، الجو بارد. احنا عندنا في الامارات ما يبرد الجو وايد، بس يعني نشتى شوي بارد. هذا بعد ساعدني. تشوفون هذا الحجم الصغير عندي، اوريدي الحجم الكبير طول عندي. مدة صلاحيته 18 شهر. انا تقريبا هذا خلصته في يمكن 6 شهور، لان مو بشكل يومي كنت استخدمه، وما احتاج منه غير قطرتين 3 شي شكله من فوق، انا يعني اقطر منه.
وايد 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 حلو. حتى اذا بشرتك دهنيه بعد الزيوت ترى تنفع. هذا وايد خفيف بسرعه تمتص البشره. وماركة كليرز موجوده في كل المولات تقريبا. من بنفيت جوف بروف براو بنسل، قلم حواجب من بنفيت، وايد هذا حلو. جهة القلم نفسه وجهة الفرشاة نفسها، روعة. تركيبته كريمية بسهولة، يمشط الحواجب. أنا بعد اليوم استخدمتنه لأن عندي اوريدي واحد ثاني أو ما أستغنى عنه. هذا قلت لكم يرسم الحواجب بسهولة، وبالمشط خلاص تسوين تمشطونه ويطلع شكلها وايد طبيعي، ثباته حلو، تم ثابت فترة طويلة. مثلا أنا ما عندي وايد فراغات، بس حلو يعني يعبي لي الفراغات البسيطة اللي عندي. ما أعرف اللي وايد حواجبها خفيفة بيناسبها ولا لا، بس بشكل عام هذا حلو. الحمد لله ما خلى حواجبي شعر حواجبي يطيح أو أي شيء. وماركة بنفيت موجودة في سيفورا. من كلينيك اللي هو أنتي بلومر سولوشنز، جل ما أستغنى عنه. من العام كنت استخدمه، خبرتني عنه فاطمة سكين اوفر دوز، من عقبه خلاص ما اقدر استغني عنه. خلصت هذا اللي اوريدي عندي تقريبا بيخلص، وعندي من باك اب. كيف تستخدمينه؟ تحطينه على الحبة بس في الليل، لان هذا سيلاسيك اسيد ينشف الحبة عدل. يومين ثلاث بالكثير وخلاص تنشف الحبة. واذا تحطين يعني من البداية حتى يعني يوم تخف الحبة ما يتم لها اثر، او يكون اثرها وايد خفيف، منقذ صراحة. ها بالنسبة لي ما استخدمه دائما، قلت لكم بس تطلع لي حبة او حبتين، هذا يخففها ويجففها تماما. ماركة كلينيك موجودة في ديبنهامز، في سيفورا، وفي وجوه، تقريبا اماكن وايدة ماركة كلينيك موجودة. كريم من كودالي المنطقة حوالين العيون، هذا استخدمته قبل ما استخدم اللي هو مال كلارنس اللي راويتكم اياه. استخدمته هاي الفترة الاولية. بعد هذا حلو، يشد هاي المنطقة، يخلي الجلد شي فريش، تحسوه ناعم، وايد ناعم. حلو هذا الكريم. حق الهالات السوداء ما سوى لي شيء، بس اصلا هذا مو للهالات. استخدمه كنت مع كريم ثاني من فيتشي، هاكي وايد حلو حق الهالات السوداء. وماركة كودالي موجودة في سيفورا، في الصيدليات الكبيرة وبوتس. برايمر من نيكس شاين كيلر، روعة. إذا عندك أماكن تدهن أو إذا بشرتك دهنية، أنا بشرتي مختلطة، عندي أماكن جافة وأماكن دهنية، فهذا بس أحطه على الأماكن الدهنية اللي هي عندي حوالين الأنف. ثبت الميك اب، يخفف إفرازات الدهون وما يطلع حبوب. وايد وايد حلو، من الدراج ستور، بس سعره رخيص. مزيل الميك اب من كلينيك اللي هو تيك ذا داي اوف. هالحجم الصغير وايد كان عملي في السفر، يشيل حتى الووتر بروف ماسكارا، يشيل كل شيء، والحمد لله ما حسس لي عيوني. احطه في قطنه وامسح به كامل الوجه، يشلك الميك اب. قلم حواجب من نكس، هذا ممتاز لرسم الحواجب. الراس وايد وايد وايد، الراس رفيع، ما ادري اذا يبين يعني، خصوصا اذا انت مو مستعجله تبين ترسمين شكل الحواجب عدل. هذا وايد حلو، بسرعه يمد وياك ويتم ثابت. وطبعا من نكس يعني بشكل عام انا احب منتجات نكس. هذا وايد حلو على فكره، احس بانه بديل الانستازيا، قلم الحواجب مال الانستازيا، هذا بديل حلو له. الكميه مو بوايده يعني، بسرعه يخلص ما يطول. وهذه كانت يا حلوات المنتجات اللي خلصت الفترة اللي فاتت. هذه المنتجات اللي هي العناية بالبشرة ومنتجات الشعر. ان شاء الله استفدتوا من الفيديو، لا تنسون اللايك، سبسكرايب والكومنت. مع السلامة.